يا ريت لو شفت بقى الفيديو ده تقومي دلوقتي حالا تعملي لنفسك كوباية شاي بلبن او كوباية القهوة بتاعتك وتفرجي على الفيديو ده وكملي للاخر عشان تاخدي جرعة نشاط كبيرة جدا هتخليكي تقومي تعملي وتخلصي كل اللي وراكي، وكمان هتاخدي افكار لتنظيفات رمضان. وقبل اي حاجة كمان حط اللايك الجميل بتاعك وشيري الفيديو ده لكل اصحابك وحبايبك عشان عيلتي تكبر. وما تنسيش كمان لو انت مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. المرة اللي فاتت اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان انت تجيبي النوتة وتكتبي فيها كل الحاجات اللي هي مضايقاكي في البيت ونفسك ان انت تنضفيها وتخلصي منها. طيب نبتدي النهاردة بقى كده مع بعض. ابتديت معاكم بتنظيف السجاد، كملي الفيديو للاخر بجد هتتنشطي جدا لما تشوفيني وانا بغسل السجاد بكل طاقة ورغاوي بقى وحاجات من اللي انت بتحبيها. بس طبعا انا مش هبتدي في اي تنظيفات عميقة والبيت مكركب او البيت مش نظيف. فانت قبل ما تبتدي في تنظيفات رمضان وتنظيفات عميقة بتاعتك يا ريت تكوني مخلصه المطبخ بتاعك ومشطباه ومحدده هدفك انت هتطبخي ايه النهارده لاولادك. ويا ريت وانت بتشتغلي في تنظيفات رمضان التنظيفات العميقه تكوني عامله حسابك ان انت تعملي لهم حاجه كده خفيفه وحاجه بسيطه، مش لازم ترهقي نفسك كمان في المطبخ وفي وقفه المطبخ. مهم جدا جدا ان انت تكتبي في ورقه كل الحاجات اللي انت عايزه ان انت تخلصي منها وتنضفيها كويس. عايزين ندخل رمضان واحنا بيتنا نضيف وكل حاجه زي الفل، اي حاجة عينك بتقع عليها تلاقيها نظيفة. ومش هنبتدي الا من دلوقتي لان فعلا في رمضان عايزين نقضي رمضان والعيد ان شاء الله باذن الله واحنا مبسوطين واحنا راضيين. عايزه اقولك كمان حاجه تشجعك كتير قوي ان انت تبداي تنظيفات من دلوقتي. تنظيفات دلوقتي هتبقى بسيطة، بمعنى ان انت كل يوم هتاخدي حاجة تعمليها في بيتك، مش هتبدأي مرة واحدة. البداية مرة واحدة ساعات بتخلينا نكروت ونعمل حاجات بسرعة وبلخبطة واحنا مش فايقين وممكن حاجات ما تعملهاش خالص، وانا واحدة من الناس دي. طيب ايه اللي هيخليني اعمل الحاجة بروقان واعملها كده وانا براحتي؟ ان انت تبدأي من دلوقتي من بدري قوي، من قبلها هو بشهر مثلا و10 ايام او من قبلها بشهر بالظبط. ابدأي تنظيفات رمضان، نزلي الستاير بتاعتك واغسليها، لو عندك برائع نضفيها. وانا وريتكم الفيديو اللي فات ازاي عملت البرائع بتاعتي ونضفتها وخليتها زي الفل. ولسه عندي كمان برائع الصالة وانا هوريها لكم هعملها ازاي. عندك سجادة عايزة تغسل تغسليه طبعا من دلوقتي. طب الدنيا باردة والدنيا ساقعة، معلش لو كل يوم بتاخدي سجادة وبتغسليها مش هتحسي بأي حاجة خالص. انا النهاردة وانا بغسل السجاد بجد كنت يعني قمة الدنيا كانت برد جدا وانا واقفة عرقانة خالص وفعلا مش حاسة بأي برد. وهقولك كمان لما نيجي فقرة غسيل السجاد هقولك انت تعملي ايه عشان تتفادي ان انت يجيلك برد بعد الشر عنك طبعا. فانت قبل اي حاجة خلاص اتفقنا ان انت قبل ما تبداي التنظيفات العميقة بتاعتك ان انت تكوني مروقة بيتك. ما ينفعش بيتك يكون مكركب وتعملي تنظيفات عميقة، لان التنظيفات العميقة لوحدها اصلا هتكركب لك الدنيا فوق دماغك وهتحسي ان انت مروقتيش حاجة خالص. فينفعش ده على ده، هتحسي ان الدنيا زيطة والدنيا بايظة خالص. انا هنا ابتديت بتنظيف المطبخ بتاعي وتنظيف المواعين بتاعتي، وده كان على الوش بس كده مش تنظيفات عميقة ولا حاجة. التنظيفات العميقة تيجي في الجزء التاني من الفيديو. فانت لو وصلت لغاية هنا يا ريت تحطي اللايك الجميل بتاعك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. وانت بقى بتنضفي التنظيفات دي هتلاقي واحدة صاحبتك تحبطك، هو انت لسه بتبدأي من دلوقتي؟ يا ستي بلا وجع دماغ، ما تستني لما رمضان يجي، هو احنا ضامنين نعيش لبكرة؟ هتلاقي جوزك بيقولك هو انت بتشيلي السجاد والدنيا برد كده؟ ما تسيبي بقى يعني، مش مهم. كل دول ارمي كلامهم ورا ظهرك كده وقومي نضفي بيتك وقومي ظبطي الدنيا وقومي زي ما قلتلك تكتبي في ورقه وقلم كل الحاجات اللي انت عايزه تعمليها وتشجعي وقومي ونضفي وظبطي بيتك وظبطي حياتك. بصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم على حاجه. بيتنا ده اللي احنا بنعيش فيه بقيت حياتنا، يعني او بيت باباكي، سواء بيت باباكي او بيت زوجك، فده البيت اللي احنا قايمين نايمين قايمين واكلين شاربين فيه. فلازم تكوني حابه البيت ده. طب لو واحده مثلا مش حابه بيتها، لا حاولي تشوفي ايه اللي بيخليكي مش حابه بيتك. حاولي برضو تجيبي ورقه وقلم وتشوفي ايه الاسباب اللي بتخليكي مش بتحبي بيتك. هل بيتك مش منظم؟ نظميه. بيتك مكركب؟ ظبطيه ورتبيه.
بيتك فيه فوضى كتير، لأ حاولي انتِ تشوفي إيه الأسباب اللي بتخلّيكِ تنفري من بيتِك ومش طايقة البيت ده ونِفْسِك تغيّريه. طَب يا ستي الدنيا غالية دلوقتي وأنا مش قادرة أغيّر، طَب أعمل إيه؟ على الأقل إن أنا الحاجة اللي قدّامي أخلّيها شكلها حلو، أجمّلها، وفي إيدينا إن إحنا نعمل كده وبأبسط التكاليف وبأبسط الحاجات. يعني مثلًا إيه، واحدة طول الوقت منزّلة التِنَت بتاعتها، أو واحدة طول الوقت مش بتفتح شبابيك بيتها. والله انت لو قمتِ وفتحتِ شباك بيتِك ده الصبح كده ودخل لِك نور ربنا ونور الشمس ودخل لِك هوا جديد، والله هتشوفي بيتِك بشكل مختلف جدًا، وهتحسي إن طاقة البيت اتغيّرت، وهتحسي إن انتِ في بيت غير البيت. طب أنا بيتي في منطقة مش حلوة، منطقة مش حلوة بس أنا بيتي حلو، يبقى أنا أتعايش مع بيتي وأحب بيتي وأدخل بيتي وأقفل الباب عليَّ وما ليش دعوة بحد. طب أنا مثلًا نِفْسي أغيّر أجدد بس مش قادرة عشان كده كارهة الحاجات دي. زي ما قُلت لِك مثلًا أنا عندي سجاد أنا ما غسلتوش بقى لي سنين، وده الأسباب. طول الوقت عمّالة أقول إيه، هاغيّره، هابدّله، مش عارفة إيه. طب أنا خلاص الأسعار زادت دلوقتي، أقل سجادة دلوقتي ب5000 جنيه. طب هنعمل إيه؟ لأ، يبقى أنا أمسكه أغسله وأنضّفه وأخلّي ريحته حلوة، أحطه بشكل مختلف، أبدّل في سجاد البيت، أبدّل في طاقة البيت يا بنات. مش هينفع إن إحنا طول الوقت قاعدين حاطين إيدينا على خدنا ونقول آمم مش حابة، مش طايقة. لأ، مش هينفع، مش هينفع بجد. لازم تكوني حابة البيت اللي أنتِ عايشة فيه. أوضة نومِك بالذات لازم تكوني مهتمية بيها جدًا، جدًا، جدًا. سواء بقى مثلًا بتفرشي ملاية أنتِ بتحبيها، مفرش أنتِ بتحبيه، الدولاب من جوه مترتب ومتنظم، ما فيهاش تراب، منضفاها، فاهمين؟ غيّري مكان السرير، غيّري مكان مش عارفة إيه. اعملي تجديد وتغيير هيخلّيكِ تشوفي بيتِك بشكل مختلف تمامًا عن الصورة اللي أنتِ بتشوفيها بيه. فلأ، كل واحدة إحنا دلوقتي في أيام وأنتِ بتنضّفي التنضيفات دي فرصة إن أنتِ تغيّري من بيتِك وتجدديه. يا بنات إحنا يعني إيه، اللي فينا مكفّينا بجد. كل واحدة عندها مشاكل كتير، أنا ما باقولكيش انسي مشاكلِك، لأ المشاكل مش هتتنسى، وفي مشاكل مش هتتحل، وفي مشاكل مهما قعدتِ تدوّري لها على حل مش هتتحل، وده مش نظرة تشاؤمية ولا حاجة. بس إحنا أنتِ كده مش هتلاقي نفسِك ومش هتلاقي صحتِك، واللي مضايقِك عايشين حياتهم وعادي وبيس وكل حاجة، وأنتِ بس اللي حارقة دمِّك على الفاضي. فحاولي إن أنتِ تبُصّي لحياتِك بمنظور مختلف وبشكل مختلف. حاولي إن أنتِ تحبّي حياتِك، حاولي إن أنتِ تدّي لنفسِك قيمتها. ما تضيّعيش وقت كبير بقى في الحزن والتعب والقلق والقرف والملل، لأ، انسي كل ده. حاولي إن أنتِ تقومي تشوفي حياتِك، حاولي إن أنتِ تقومي قومي دلوقتي اعملي حاجة حلوة أنتِ تاكليها، حاجة سخنة تشربيه، اهتمي بنفسِك. خدي نفس عميق كده وقولي يا رب أنا استعنت بيك، أنا هاغيّر كتير من نفسي. ما عدتش هاكبّر الأمور وأدّي للأمور أكبر من حجمها. أنا أكبر حاجة، وأنا يعني كفاية اللي راح من صحتنا، كفاية اللي راح من عمرنا، كفاية حاجات كتير أوي. قومي نعمل skin care إيه بس والكريم ب500 جنيه. لأ على فكرة skin care أنتِ ممكن بالبُن اللي أنتِ بتشربي بيه القهوة ده تعملي skin care. ممكن مثلًا مَيّة ورد تعملي skin care. لأ، سيبكم بقى من إن إحنا نركّز على الحاجات اللي هي الكبيرة والحاجات اللي هي الأسعار غالية ومش عارفة إيه والكلام ده. أنا معاكم إن الأسعار غالية، بس هي ماشية ببركة ربنا. لا يعني هي ماشية ببركة ربنا. ندعي ربنا إن ربنا يكمّلها معانا بالستر، زي ما هو ساترنا دلوقتي هيسترنا بعد كده، وكل حاجة هتعدّي، واليوم الحمد لله بيخلص وبيعدّي وإحنا واكلين وشاربين ونايمين وزي الفل الحمد لله. احمدي ربنا وما تفكّريش في بُكرة، سيبي بُكرة ده لله. بس إحنا اللي بيضيع مننا مش هنتلاقاه تاني ومش هنجيبه تاني. بس يا بنات ده اللي كنت عايزة يعني أوصّله لكم، جرعة كده نشاط، جرعة نِفْسي بجد كل بنت تسمعني تتفاعل معايا وتكتب لي comment وتكتب لي like وتقول لي إيه اللي هتغيّره في نَفْسها. هتهتم بنَفْسِك إزاي؟ لازم بجد لازم يا بنات. مش هتلاقي حد مهما مثلًا اتجوّزتِ اللي بتحبيه، اتخطبتِ للي بتحبيه، لا يا جماعة ما فيش حد هيهتم بيه غير نَفْسِك أنتِ بس. ولادِك مش وما تستنيش. بازعل أوي وباتضايق أوي من الناس اللي بتبقى مستنية الاهتمام ما بيتطلبش وما تطلبيهوش. يعني فاهمة، الاهتمام نابع من جواكِ، اهتمي أنتِ بنفسِك.
اولا ادي لنفسك حقها، هتلاقي الكل بيحترمك، هتلاقي يعني مهما كان اللي قدامك ده مش معبرك ومش عارفه ايه وكده، ولا همك ولا تحطي في دماغك اصلا. ليه؟ بسبب ان انت مديه قيمه لنفسك اصلا. فقومي يلا دلوقتي تشجعي معايا، قومي خلصي اللي وراكي، ادخلي دلوقتي على اوضه نومك، ظبطيها ورتبيها، عطري السرير بتاعك، فاهمه؟ حبي نفسك، حبي الحاجه اللي انت بتستخدميها، حبي الحاجه. يعني مثلا ايه؟ الشنطه بتاعتي، لا الشنطه بتاعتي انا هنظمها وارتبها عشان دي بتاعتي انا مش اي حد، مش همسك مثلا حاجه مكركبه ولا لا لا خالص. هدومي، قومي ظبطي الطقم بتاعك، خليه يعني زي ما بيقولوا كده على التكه، اللي هو الطرحه المظبوطه، الروجين الحلو، وطبعا بما يرضي الله. يعني مش بقولك مثلا انت تعملي حاجه خارجه او كده، لا خالص، لا طبعا ما اقدرش اقول كده، بس اللي هو البسي لبس حلو، اهتمي بنفسك. وانت قاعده في بيتك حطي برفيوم، وانت قاعده في بيتك سرحي شعرك وحطي ميك اب، حطي زي ما قلنا سكين كير بابسط حاجه، مش هنشتري حاجات غاليه ولا كده، لا خالص. فيا رب يا رب يا رب تكون الكلام اللي انا عايزه اقوله يكون وصل لكم، واحساسي معاكم يكون وصل لكم. لان بجد ده حاجه انا بعملها، ونفسي كل بنت وكل ست ان هي تهتم بيها وتعملها. انت عارفه اصلا لما انت تبداي تهتمي بنفسك وتهتمي بحياتك، هتلاقي نفسك عارفه تدي اللي حواليكي، وفي نفس الوقت عارفة تتجاهلي اللي بيضايقك. فانت وقت ما تبداي تهتمي بنفسك وتهتمي بصحتك النفسيه وتسمعي فيديوهات عن الكلام ده، طبعا اكتر مني مليون مره، في ناس اخصائيين نفسيين، في ناس لايف كوتش، ايا كان اللي انت بترتاحي له تسمعيه اسمعيه، حتى لو كان داعيه اسلامي، ايا كان بقى، ايا كان اللي انت بترتاحي لما بتسمعيه، اسمعي الفيديوهات دي، هتلاقي نفسك عارفه قيمه نفسك كويس قوي، وعارفه ان مفيش حاجه تستاهل. فيعني وكمان في نفس الوقت زي ما بقولك كده، ان انتي هتعرفي تدي اللي حواليكي، وهتعرفي تتجاهلي اللي بيضايقك، هتدي للي بيحبك وهتتجاهلي اللي بيضايقك. ما تضيعيش وقت كبير في الزعل والحزن، لان هياخد من صحتك وهياخد من عمرك، فبلاش من ده. بس يا بنات، النهارده بقى في الفقرة دي كنت بقى خلاص كده بشطب المطبخ بتاعي، وكنت في منتهى السعادة بصراحة، يعني كنت مبسوطة جدا ان انا خلصت المواعين بتاعتي، وعملت البوتاجاز وعملت الارض وعملت كل حاجة. عايزة اقول لكم بس على حاجة كده، انتوا عارفين يا بنات انا عندي شباك في المطبخ. الشباك ده انا من يوم ما اتجوزت مثلا من 8 سنين وانا عماله اقول انا مش حابه اللون ده، يعني انا داخله الشقه وهو اصلا معمول تمام، وشباك الموتيل اللي هو دلوقتي غالي جدا. يعني باقول لنفسي أنا مش حابة اللون ده، أنا اللون ده أنا عايزة أغيّره. طبعًا إمكانيات الحياة وظروف الحياة بتخلّيكِ ما تعرفيش تغيّري حاجة زي كده دلوقتي غصبٍ عني. فقعدت الشباك ده أهملته بطريقة مش طبيعية، مش طبيعية، اللي هو بقى شكله وِحِش جدًا، ما باغسلوش كل شوية، مش حاباه، مش حابة اللون. فجيت في يوم قُلت طَب ليه مش حاباه؟ طب ليه؟ يعني ليه؟ ده غالي وناس كتير مش هتعرف تجيبه في وقت زي ده، بس هو موجود عندي، هو موجود عندي وأنا مش عارفة قيمته. وبدأت يا بنات كل يوم أنضّفه، لغاية لمّا خلّيته زي الفل، لغاية لمّا حبيته، يعني أنتم فاهمين؟ حسيت قيمته. كل حاجة حوالينا أنتِ مش حاباها بتبقى كده، بتبقى ممكن يكون تمنها غالي، وممكن تكون حلوة، وممكن تكون كويسة، بس مثلًا كلام الناس مكرهِك فيها، كلام الناس مضايقِك فيها، أنتِ مش عارفة قيمتها. فحاولوا يا بنات تبصوا للحاجة بمنظور تاني، حاولوا تشوفوا الحاجة إيجابياتها إيه. يعني مثلًا زي ما باقول لِك شباك زي ده لونه مش عاجبني، بس غالي، بس نضيف، بس لو نضّفته هيبقى كويس أوي، وفعلًا نضّفته بقى زي الفل. بُصّوا بقى هنا روتين السجاد، قومي دلوقتي يالّا وهاتي المشاية بتاعتِك والّا السجادة بتاعتِك اللي أنتِ عايزة تغسليها، وقومي بقى ادعكيها كويس أوي الدعكة دي. أنا جبت بس كيس كده مش فاكرة اسمه إيه، هابقى أوريكم الكيس شكله. أنا هنا رشيت الأول مَيّة سخنة زي ما أنتم شايفين كده البخار طالع منها، فالمَيّة السخنة بتساعدِك أوي في تنضيف السجاد يا بنات. السجاد ده أنا ما غسلتوش بقى لي يعني سنين، بسبب ظروف اقتصادية إن أنا صعب إن أنا بصراحة إن أنا أوديه مغسلة. تاني حاجة إن أنا كنت بقى مشغولة في حمل وولادة ورضاعة وكده، فكان ما كنتش قادرة بصراحة، فإن هو اتبهدل بمعنى الحرفي الكلمة اتبهدل، وفي نفس الوقت هو نضيف ودلوقتي بقى غالي جدًا. فقُلت لنفسي لأ، أنا خلاص بقى نفوق كده لنفسنا، وكل يوم كده آخد لي حاجة
لما المشاية والسجادة اللي انا غسلتهم دول ينشفوا هاخد مكانهم حاجة تانية، وكل مرة هصور واوريكم عشان اشجعكم ان انتوا كمان تقوموا تشوفوا الحاجة اللي انتوا راكنينها ومش قادرين تقوموا تعملوها. بس فانا رشيت كده كيس، هو مش اوكسي، هو زي الاوكسي كده مصري برضو. رشيته وقعدت ادعك بقى كده بالمية السخنة لغاية حرفيا خليتها زي الفل زي الفل. وبعد كده وعدت نفسي يا رب، يعني ربنا يديني الصحة يا رب بحق لا اله الا الله، ان انا ما اسيبش السجاد كده تاني. وان انا قررت كده، اخدت قرار في حياتي ان انا هظبط كل حاجة مضايقاني في البيت، حتى لو البيت مش حباه لا هحبه وهظبطه وهخليه كويس ان شاء الله باذن الله. بس لان الشيطان هو اللي بيكرهنا في حاجتنا، فما تنسوش دي يعني. فنقول الحمد لله على نعمة السكن والبيت، في ناس مش لاقيين النعمة دي، فالحمد لله رب العالمين. بس نبتدي كده ان احنا نحب الحاجة اللي في ايدينا ونرتاح لها ونعيش فيه مع الناس اللي بنحبهم. بس كده يا بنات، فقعدت كده اظبط بقى وفي الاخر شطفتها كويس قوي قوي. اهم حاجة مادام عملت رغاوي كتير كده اهتمي بتشطيف السجاد. آه بس فانا اهتميت بصراحة ان انا اشطفها كويس جدا، يعني قعدت اسيب المية عليها مدة كبيرة، وكل ما بلاقي بقعة ولا حاجة اقوم دعكاها تاني، ارجع اعيد عليها تاني لغاية لما تحسوا كده ان هي زهزهت ولونها بان. هي على فكرة هي مش بني، بصوا المية اللي نازلة منها عاملة ازاي، حاجة تكسف بصراحة. هي لونها كده زي الكشمير. فعندي من 8 سنين، بحبها جدا، وعندي واحدة زيها برضو هغسلها معاكم نفس اللون كده بالظبط ونفس الشكل كده بالظبط. هنا في اللقطة دي انا سبت بقى المية يعني ايه تنزل كل الصابون اللي فيها لغاية لما حرفيا مبقاش فيها صابون خالص. هي بس مشكلة غسيل السجاد في الشتاء ان هو مش بينشف بسرعة. بصوا يا بنات، هنا بقى ايه شطفت كده، يعني ايه شلت الصابون اللي في الارض وجهزت بقى الارض ان انا اجيب السجادة التانية. السجادة التانية كانت بشعة 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 في اتساخاتها، فاضطريت ان انا اجيب سترس وارش على البقع، كل البقع. شايفين المنظر عامل ازاي؟ يعني صعبة جدا جدا جدا. فبس بصراحة سترس نورها لي، يعني انتوا عارفين لو عندك بقع ايه بتتشال. بصوا ما اعتقدش ان في اسوأ من كده، يعني ده اسوأ سجادة على اليوتيوب، بس الحمد لله نضفتها برضو بالمية السخنة ورشيت هنا المسحوق بتاعي. وعملت بقى رغاوي كتير وقعدت ادعك جامد لغايه لما بصراحه خليتها زي الفل. فقومي تنشطي وقومي كده فوق لنفسك كده، وزي ما قلت لك اعملي نفسك حاجه سخنه وظبطي بيتك وظبطي حالك، لان انت تستاهلي احسن واحلى حاجه في الدنيا. ويا ريت يا بنات تتفاعلوا معايا وتتكلموا معايا في الكومنتات، كل واحده تشوف الفيديو تحط لي لايك 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 لايك، مش هقول تاني. حطي لايك للفيديو وشجعيني واكتبي لي كومنت حلو كده من قلبك، بذكر الله بالصلاة على النبي، اي كلمة حلوة تجبري بخاطري فيها، هكون اسعد واحدة في الدنيا وهدعيلك وهقول اسمك في الكومنتات المرة الجاية ان شاء الله. كل مرة كده هناخد حاجة من شغل البيت ومن تنظيفات البيت، وانا هوريكم النوتة بتاعتي انا كاتبة فيها ايه والحاجات اللي مضايقاني في البيت وعايزة انجزها وعايزة اخلصها. والفترة الجاية باذن الله باذن الله باذنك يا رب هتكون روتينات تشجيعية وقوية جدا جدا جدا، هنشجع فيها بعض وبفضل ربنا هنوصل لرمضان واحنا حسن ظن بالله واحنا في افضل حال باذن الله باذن الله. ظننا بربنا خير وربنا مش هيخيب ظننا ابدا ابدا ابدا. عايزه تحافظي على النعم اللي عندك، احمدي ربنا عليه على النعم اللي هو مديها لك، هتلاقي النعم دي ربنا بيحفظها وهتزيد وربنا هيبارك فيها. فحاولي تستشعري النعم اللي انت حاسه بيها وتشكري ربنا دايما عليها. وما تنسيش في زحمه حياتك ان انت تصلي على النبي كتير وتذكري ربنا كتير. اذكري ربنا كتير على قد ما تقدري. ساعات بيجينا فترة فطور، ده طبيعي جدا، وسمعت فيديو لمصطفى حسني بيقول ان ده طبيعي وده عادي، ان احنا في وقت بيكون عندنا الهمة قوية وفي وقت تاني لا. فانت حاولي تكوني من اصحاب الهمم القوية، حاولي وجهدي نفسك دايما 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 ان انت ما تسيبيش السبحة من ايدك. الايام دي ايام مباركة وعايزين ربنا يبارك لنا فيها. بصوا يا جماعة الرغاوي، بصوا الرغاوي، روتين الرغاوي يا جماعة واقوى روتين على اليوتيوب تنظيف السجاد.
اصل بصوا مفيش اوحش من كده. لا شجعوني بقى وشجعوني كتير ان انا خلصت السجاد ده. السجاده دي كانت من اسوأ السجاد عندي، وزي ما بقولك الكلام اللي انا بقوله لك انا بعمل بيه. دي من اكتر الحاجات اللي كانت بتضايقاني في البيت، وان انا بدور وشي عنها. بس قلت ان انا مش هسوف، وقلت خلاص ان انا هعملها وهجيبها كده تحت رجلي كده وادعكها واخليها زي الفل. وفعلا الحمد لله تحسوا كده ان هي نورت وان لونها رجع جديد تاني. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، وربنا يديمها عليا نعمة ويحفظها من الزوال. ما تنسيش تشيري الفيديو الجميل ده لكل اصحابك وكل حبايبك، وقوليلي في الكومنتات ان انت كملتيه للاخر، وقوليلي كمان ان انت عملت لايك، وقوليلي انت عملت شير، وفرحي قلبي كده. ربنا يفرح قلبك ويكبر بخاطر كل واحده وصلت لغايه هنا وسمعت الفيديو بتاعي للاخر. فبجد شكرا ليكم، بجد انا نفسي قناتي تكبر، لان انا مش بعمل حاجه قصده بيها ان اربح وبس. طبعا قصدي الربح، بس كمان قصدي ان انا بعمل حاجه انا بحبها. ونفسي كمان كل واحده تدور ايه الحاجه اللي انت بتحبيها واعمليها، وما تساليش في حد يقولك يوقفك ويقف في طريقك. لا اشتغلي وسيبها لله، وان شاء الله باذن الله خير. وربنا يا رب يحقق لنا كل حاجه احنا بنتمناها، وربنا يبارك لنا في صحتنا وفي نفسنا وما يحوجنا لحد ابدا. ودايما نحسن الظن بالله ان كل اللي جاي ان شاء الله خير ورزق وبركه وجبر خاطر من ربنا. فانتي لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تحط اللايك الجميل بتاعك. هفكرك كل شويه لان بجد انا نفسي قناتي تكبر، وببذل مجهود مش طبيعي، وببذل مجهود خرافي والله في القناه دي، وببقى تعبانه وباجي على نفسي وبصور. فارجوكي ان انت ما تحرمنيش من التفاعل بتاعك. دايما بلاقي تفاعلات كتيرة عندي على الفيديوهات ومشاهدات كتيرة عالية، وبستغرب طب ليه ما بتعملوش لايك، طب ليه ما بتكتبوش كومنت. فلا بطلوا كسل بقى وتفاعلوا معايا، عشان بجد نفسي اعرف مين الجميلة اللي بتشوف الفيديو بتاعي، عشان اشكرها واشكرها من قلبي كمان. لان مش بتشاهدوا الفيديو بس، لا ده انتوا بتكملوه. بس عرفوني، لان فعلا نفسي بجد اشكركم من كل قلبي، واشكر كل واحدة بتتفرج على الفيديو وبتشوف الفيديو. فشكرا ليكم. بصوا بقى هنا نزلت ايه، يعني غمضوا عينيكم مش قادره ابص بصراحه. المنظر كان فظيع وشنيع، بس الحمد لله رب العالمين عدت وهتعدي. وهنجيب السجاد التاني ان شاء الله لما ده ينشف باذن الله، وهنغسله ان شاء الله باذن الله مع بعض. بصوا مادام في سترس كمان وعملنا رغاوي كتير، زي ما قلت لك ان انتي تشطفيها كويس جدا جدا جدا. تسيبي الميه عليها كده من فوق وتشطفيها كويس. بصوا يا جماعه نبذه عن شياكتي في الشتاء. شايفين الاوتفيت بتاعي؟ اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديو جديد وروتين جديد يشجعكم. وقولوا لي كده مدى رضاكم عن الفيديو ده. ويا رب اشوفكم على خير باذن الله، وطمنونا عليكم في الكومنتات، واسيبكم على خير. والدقيقه الاخيره دي هسيبكم فيها تستغفروا ربنا كتير وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. باي باي، اشوفكم على خير ان شاء الله.